معالم تاريخية إسلامية لا تنسى. هو أول مستشفى تم تشييده في المغرب، وبالضبط في مدينة مراكش خلال القرن الثاني عشر الميلادي على عهد السلطان الموحد يعقوب المنصور. كان معروفا باسم بمارستان مراكش، وتشير العديد من المصادر التاريخية إلى أنه كان يقع بين مسجد الكتبية وجامع المنصور، ويطلق عليه اسم دار الفرج. يعتبر بمارستان مراكش معلمة حضارية رائدة في تاريخ البشرية وأعجوبة زمانه، حيث تعدى دوره الاستشفائي ليلعب أدوارا جامعية واجتماعية. كما يعتبر منظومة صحية متكاملة تجاوزت أحسن مستشفيات العصر الحديث تسييرا وتجهيزا وعمرانا وبحثا علميا وأطرا طبية. أحسن من تفنن في وصف هذا المستشفى التاريخي هو المؤرخ المغربي عبد الواحد المراكشي، الذي عاش في عصر الموحدين، وذلك في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب، حيث وصفه بجوهرة معمارية فقال: وبنى، يعني السلطان الموحدي يعقوب المنصور، بمدينة مراكش بمارستانا ما أظن أن في الدنيا مثله، وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه، فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح، وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات، وأجرى فيها مياها كثيرة تدور على جميع البيوت، زيادة على 4 برك في وسطه إحداها رخام أبيض. ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأتي فوق النعت، وأجرى له 30 دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه، خاصة خارجا عما جلب إليه من الأدوية. وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال، وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء. فإذا نقها المريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل، وإن كان غنيا دفع إليه ماله وترك وسببه. ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء، بل كان من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت، يقول: كيف حالكم وكيف القومة عليكم، إلى غير ذلك من السؤال، ثم يخرج. لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه الله. انتهى كلام المؤرخ. ولقد عمل في هذا البمارستان عدد من الأطباء الأكفاء، من بينهم أبو إسحاق إبراهيم الداني طبيب المنصور الخاص، بالإضافة إلى محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي. عمل تحت إمرتهم فريق كبير متعدد التخصصات من أطقم طبية وممرضين وصيادلة وطهاة وموظفين مسؤولين عن الإدارة والحسابات والغسيل والبستنة والنظافة، بالإضافة إلى مهمته الطبية من أجل الاستشفاء ورعاية الأمراض العضوية. كان بمارستان مراكش مركزا أكاديميا واجتماعيا للمدينة والمملكة، وكان يحتضن مركزا لمرضى الأمراض العقلية، كما كان يضم قسما لتصنيع الأدوية، كما كان يستقطب أكاديميين وباحثين من أجل تلقي دورات طبية. قال عنه أحد المؤرخين الفرنسيين البروفيسور مييه غوني في كتابه الموحدون الذي ألفه عام 1923
ميلادية أن هذا المستشفى لا يخلف وراءه مصحات أوروبا المسيحية فحسب، بل تخجل منه حتى اليوم مستشفيات باريس. معالم تاريخية إسلامية لا تنسى.